تصريح خطير من زين الدين زيدان يفاجأ المنتخب المغربي بعد الانتصار التاريخي على البرتغال، يصدم الملايين. انظر ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، عطر أفواهك بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد الانتصار التاريخي للمنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي ليكون أول منتخب عربي يصل إلى المربع الذهبي في كأس العالم، من جهة أخرى صرح أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان وأدلى بتصريحات لقناة الدوري والكأس القطرية بعد هذه المباراة وقال: أنا سعيد جدا للغاية، ولم أستطع أوصف فرحتي بفوز المنتخب التاريخي اليوم على منتخب البرتغال ليتأهل إلى المربع الذهبي. سعادة ما بعدها سعادة أن يفوز المنتخب العربي بهذه المباراة التاريخية. لقد فعل المنتخب المغربي ملحمة تاريخية سيتذكرها جيدا التاريخ بعد فوزه على منتخب البرتغال. وأنا كنت أشجع المنتخب المغربي اليوم، وبرغم أن زوجتي أسبانية وتشجع المنتخب البرتغالي، إلا أنني عربي مسلم وأشجع المنتخب المغربي، وكان لابد أن أشجع المغرب في هذه المباراة. لقد رفعوا رؤوس أفريقيا والعرب في هذه المباراة، وأتوقع أن يصل المنتخب المغربي إلى النهائي، لأنه ليس أقل من المنتخب الأسباني أو المنتخب البرتغالي. وأتمنى أن يصل المنتخب المغربي إلى نهائي كأس العالم ليكون إنجازا جديدا للقارة الإفريقية والعرب. فهذا المونديال هو مونديال المعجزات، فهنيئا للمغرب وهنيئا لأهل المغرب بهذا الفوز التاريخي. وفي النهاية ادعوا معي للمنتخب المغربي. اللهم انصر المنتخب المغربي، اللهم اجعله يلقب بكأس العالم، اللهم انصر المسلمين والعرب والأمازيغ، اللهم آمين يا رب العالمين. وفي النهاية، لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.